لكن لابد ان الدوله يكون عندها رؤيه ما او فكره ما للتعاطي مع الملف ده. ليه انا بقول لحضرتك ده؟ لان انت مش ممكن هتطالب الشريحه المعدمه وتقول له اصبر واستحمل واستنى، وهو شايف شرايح تانية اثرت في ظل فساد كان مستشري وخير البلد راح لها ومفيش اجراء ما تجاهها. احنا تعريفنا للفساد زي ما بقول لحضرتك تعريفين مختلفين شويه. في فساد قانوني او استغلال ثغرات في القانون، وده انت حضرتك بتطلق عليه فساد، لكن هو لو خدت هذه الحالات وحطيتها قدام القاضي العادل هيلاقيها مش فاسده. ده انت مسخره. عشان كده في قضايا كتير جدا لو اتقدمت للمحاكم تاخد براءه. طب الحل ايه من وجهه نظر حضرتك؟ الحل زي ما بقول لحضرتك، الحل الاول ان هو الناس يبقى عندها الحس الوطني انها تتبرع وتتعاون مع الاقتصاد البلد. ده انتوا ولاد وسخه، اوسخ من كده مفيش. تجربتكم متخلفه بنت 60 كلب. انتوا داخلين على ضلمه، داخلين على زباله.